إزاي السمكة العملاقة دي اللي عايشة في عرض البحر بتمر بالرحلة المعقدة دي كلها عشان تتحول في الآخر لعلبة التونة الصغيرة اللي في دولاب المطبخ عندنا؟ الحكاية كلها بتبدأ من هنا، من المصنع. أول ما أساطيل الصيد بتوصل بكميات مهولة من أسماك التونة زي أنواع الزعنفة الصفراء أو الألبكور، بتبدأ عملية التحول المدهشة دي من كائن بحري لمنتج معلب. أول ما الشحنات دي بتوصل بيبدأ سباق حقيقي مع الزمن. أول حاجة فريق متخصص بيفحص كل سمكة، حرفياً كل سمكة، عشان يتأكدوا من الجودة. بعد كده مرحلة الغسيل، غسيل شامل عشان يشيلوا أي شوائب. وفي الآخر التقطيع المبدئي، عمال محترفين بيجهزوها للمرحلة اللي بعدها والأهم. وهنا بقى بندخل على قلب المصنع، مرحلة الطبخ. والخطوة دي مش مجرد تسوية وخلاص، لا، دي اللي بتحدد كل حاجة تقريبا: الطعم، القوام، والأهم من ده كله إنها تكون آمنة تماما للاستهلاك. اللي بيحصل بالظبط هو إن قطع التونة بتتحط في أوعية ضخمة وبتتعرض لبخار وحرارة، بس بمقاييس دقيقة جدا. العملية دي ليها هدفين: الأول إنها تخلي طعم التونة أحسن، والتاني وده الأهم إنها تقتل أي بكتيريا أو أي حاجة ممكن تكون ضارة، عشان نضمن سلامة المنتج 100%. طيب بعد الطبخ التكنولوجيا بتركن على جنب شوية والدور بيجي على اللمسة البشرية. المرحلة دي الآلات ما تقدرش تعملها بنفس الكفاءة أبدا. هنا بنتكلم على مهارة مئات العمال المدربين